يعني انا على مدار حياتي ماتشات اوروبا كلها بالاحتفالات باللعيبه باثرياء القوم، عمري ما شفت حد من لعيبه اوروبا منزل مراته في الملعب ومعاها الداده. بصراحه الصوره دي مضايقاني وحرقالي دمي، ونفسي اسال سؤال، بس نفسي اعرف ايه الشنطه البلاستيك اللي انت مخليها المساعده بتاعتك دي ان هي تنزل بيها ارض الملعب؟ وليه اصلا ليه واحده اصلا مساعده تنزل معاكي وتيجي معاكي ماتش المنتخب؟ يعني ليه ما تاخدي بنتك في ايدك عادي وانزلي بيها الملعب؟ يعني المنظر نفسه مش حلو. دي جورجينا تستحي تعمل حركه زي ديت؟ عمرنا ما شفناها. وكريستيانو بينزل بالسبع عيال في ارض الملعب يرميهم في الملعب وعادي. صلاح بينزل بعياله ومراته من غير اي حاجه وعادي. لكن بجد يعني حركه بايخه ومش حلوه والشكل مش لطيف. وبجد يا جدعان يعني يا ريت بس يعني زوجات اللاعبين اللي على دماغنا من فوق اقسم بالله يخفوا الحاجات دي، عشان والله العظيم الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه. وبعدين مش لازم عشان يبقى جوزك لعيب كوره انت لازم تكوني بقى بلوجر ولازم تعملي فيديوهات ويبقى عندك فولورز والكلام ده. لا على فكره مش عادي، يعني مش لازم والله. يعني جوزك مكفي وموفي والدنيا كويسه وبتقبضوا كويس والدنيا حلوه وبتاع. يعني مش لازم عشان جوزك بيلعب في الاهلي ولا في الزمالك ولا في بيراميدز تبقى انت بقى بلوجر والكلام ده. لا لا مش لازم على فكره والله بجد. اتمنى بجد بصراحه يعني ما نشوفش منظر زي ده تاني، ولا في ماتشات منتخب ولا فرق ولا اي حاجه. كنا بنشتكي في الاول ان يعني ليه الاهالي ما بينزلوش بجد. يعني بعد الاحتفالات ديت حسيت ان انا مش عايز اشوف الاهالي اللعيبه تاني موجوده يعني.